لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 988 لواني كان تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان وبست رضا من رب العالمين وهي وادارم إيوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بالخوش يسناو كلواني رابرج لخصم دوات بيروزة دابوين لبيج أتخواي قول سبحانه وتعالى نفي أوي كردو كوكساني چي مشرك كإدعاء دكان قوائي أوان مالي خوا أودان دكانو لكاتيك دا شاهدي لسر خوان دنبا كفر أوانا ليهان قبول ناكري وكردو كانيان بطالو مصيري شيان جهنم أدي چي مالكاني خوا أودان دكاتو إنما لبو حصرا أواننا مالكاني خوا أودان دكانو هم بلاني حسي وبناوة هم لاني معنوي لا بابلين لا ناوروك عبادته وشيء أودان دكاتو أو كساني كوا إيمانيا بالله تعالى إيمانيا بروج دواه نويج دكان وزكاة ددن ولا غير الله لكزنا ترسين فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين كواتا وكذا تفسير قاسمي دالي أي إلى الجنة كواتا رزاوة أوان بن كواريق هذا دوزنو لبوتون بهاشت وإبراز اهتدائهم مع ما بهم من الصفات السنية في معرض التوقع لقطع أطماع الكفرة عن الوصول إلى مواقف الاهتداء كواتا كاتك هذا فرمي لدوائي ويكباس لإيمان داران دكا أو صفاتانان هي لروي عقيدة ولروي كارو كردوة أو زاد فرمي رجاوة أوان هداية بدرين لبو بهاشت لو أوي كوا كافر كان هيتس أمليان نمينه لكاتك دا إيمان دان أو صفات برزانان هي أو رجاوة برو بهاشت برون هداية بدرين برو بهاشت كواتا كسي كافر هاد بهيج شويك بهيج شويك زي أوانية كوا تساوي لو بيتن لو كسان برو بهاج ببردريتن والانتفاع بأعمالهم التي يحسبون أنهم في ذلك محسنون وهروها تاوكو بقنا قناعت كوا بهيج شويك أو كردواني كوا قوايا أوان دي كان كردوي تساكا بهيج شويك لها قبول ناكري ولتوبيخهم بقطعهم أنهم مهتدون وتاوكو سرزنشت كامكا بهيج شويك أوانا لسر هداية نين كسان كافر فإن المؤمنين مع ما بهم من هذه الكمالات أو إيمان دارانيك أو صفاتانات كمو صفات كمالة لا إيمان بالله لا إيمان باليوم الآخر لنويش لزكاة لنترسانا لغير الله إذا كان أمرهم دائرا بين لعل وعسى أقر بالنسبة أوان كأو صفاتانان هي أوزع عسى ولعل رزاوة كخواي قوله لا مهتديان حسابيان بكا فما بال الكفرة وهم تباشد بيد حال كافران كوبي لكاتك دا أوان أوهانا وأعمالهم لكاتك دا كارو كدو كافران ديارة بتشويق رزاوة أوانا مهتديبا وفيه لطف للمؤمنين وهو براسي وآتا لطف تدا رحمة تدا البو إيمان دارا وترغيب لهم في ترجيح جانب الخوف على جانب الرجاء ورفض الاغترار بالله تعالى وكو أبو السعود فرموتي وهو إيمان دارانش لبو كوازياتا كأو صفاتانش يعني تدا أوزا رزايا وابي ترسيان هبي كليان قبول النبي ترسيان هبي ليان قبل نقبع أكسوا مغرور والله مزقفت ندروس كريم هذا اسمه مزقوتي رزات وابي كخواليت قبول بكا
لبين خوف ورجاء بجيو بلكو خوف كش زياتر بلا رجاء حتى دقي سرمرق وكو علماء دلين او زال سرمرق الرجاء زياتر بي اغنا بيست ترز غالب بي لسر رجاء كشد كواتنا كري والله امنها مزقوت بروس كوات مضمون مضمون نيه ممنون بخوالد قبول بك بالرجاء وبخوالد قبول بك وهروها زمخشري دلي اي فحال هؤلاء المؤمنين حال مرجوه كوات حالي او ايمان داراني كأو صفاتان هي رجاوة كوا حالي باش بي والعاقبة عند الله معلومة بلام عاقبة هلا الله تعالى معلومة لبره ولله العاقبة ولله عاقبة الأمور لتفسير السعدي دلي وأما من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا عنده خشية لله بلام كسك إيماني بالله تعالى نبي إيماني برجل أي نبي لا خوانة ترسي فهذا ليس من عمار مساجد الله بالتأكيد أو لو كساننية كوامزقوتك كان الله تعالى بنادكا ولا من أهلها الذين هم أهلها ولا أهلي مزقود نين لا أنا لا أهلي مزقود نين كوانا أو صفاتانا أنا كأهلي مزقوت وإن زعم ذلك وادعى أجر ادعاج بك ما دام أو صفاتان تدا نبي أو هونين مزقوتك كان خوابوان أودان ناكريتوا زمخشري دلي العمارة تتناول زم ما استرم منها وقمها وتنظيفها وتنويرها بالمصابيح وتعظيمها واعتيادها العبادة والذكر كواتا إنما يعمر مساجد الله عمارة بنا كرد مزقوتي كان كودبي ببنا كردنو تعمير كردني خاوين كردنوي رونا كردنوي بقور زانيني أوزا بتشونو آودان كردنوي بعبادة كرنو بذكر خواه سبحانه وتعالى وهروها ومن الذكر درس العلم بل هو أجله وأعظمه وهروها لذكر خواه كوا علمي تيدا باز بكري بلكو دالي علم باز كردن لوين داري ودرسي علم لوين داري لهمو ذكر كاينتر قولترا وصيانتها مما لم تبن له المساجد وهروها بي باريزي مزقود لوي كوا مزقود تنها لبو عبادة دروز كرا لو شتانا بي باريزي كوا زيقاي نابتو لنا وعبادة وكو من أحاديث الدنيا نكي قسي دنيا لنا ومزقود بكي وهروها مزقود بباريزي لو كسانش كوا قسي دنيا تدادا كان فضلا عن فضول الحديث كواتا نكهر أحاديث الدنيا قسي زيادة تدا نكري تسزا اويهر باسي دنيا تدا نكري إنزا لسر فضل مزقود وكو لسندين حديث دا هاتيا لو أنا إمام بخاري ومسلم لأبي هريرة دجير نخاي لرازي بي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموتي من غدا إلى المسجد أو راح هالكسيك بيانيان يان بأيوالان تولو مزقود أعد الله له في الجنة نزلا كم كلما غدا أو راح هركاتك أودتي ببيانيان يان بأيوالان لبو مزقود رب العالمين لبهاشت جيقايلو آمادة دكا وهروها بخاري ومسلم لعثماني كوري عفان دجير نخالي راز دفن جوني بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي من بنى لله مسجدا هركسيك مزقوتك لبو خواد رزبكا يبتغي به وجه الله تعالى هي اسم بس تيشي بتنهى الله تعالى نبي بنى الله له بيتا في الجنة لا مقابل ده الله تعالى ما عليك لبحج له دروز دكا بل إنما لم يذكر الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لبس لوات الصفات أو كساني كوا مزقوتكان أو دان دكانوا باسي إيمان بالله وإيمان باليوم الآخر كرت أدلو باسي إيمان ببيغمبرنا كريم صلى الله عليه وسلم لدخولي في الإيمان بالله كسيك إيمان بالله ديني حتما دبي إيمانش ببيغمبر صلى الله عليه وسلم لسر رجاء إيمان بخوا ديني شيء خوات بيدا ناسين يقر بيغمبر نبي صلى الله عليه وسلم كتاب كان ديكي غير قرآن بيروز هموي دسكاري كران تحريف كران كواتا كاتك وباز لإيماني بالله ذكري وإيماني حقيقي إلا لرجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب بالتأكيد تب إيمان ببيغمبر صلى الله عليه وسلم تاوك إيمان شراس تقينت بخواي قوره بي سبحانه وتعالى وهو أكوان دقل زانان دفن كاتك وإيمان بالله وإيمان باليوم الآخر باز كرده لو بينش أركان كان ديكش لو بينك وهموي دقريتو لضمن إيمان بالله في تخصيص الصلاة والزكاة بالذكر وهروها لدواي عقيدة أو زار باس لنويجو باسي لا زكاة كردية
بتايبتي أو دواني باسكرة تفخيم لشأنهما راستي بقول داناني أو دو عبادته وحث على التنبيه لهما هاندانا لبو قرنجيدان بودو عبادته بتايبتي وهروا على خالش ذيك دلت الآتان على أن عمل الكفار محبط لا ثواب فيه وهروا أو دو آتبل غير سروي كارو كردوي كافر كان بطالة حيث باداشتين الله إخوة سبحانه وتعالى ورأوز لا آتي دواتر رب العالم دفرمي أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله آية واتان دانا أو داني حاجي كانوا بناي مزقوتي حرام وكو أو كسيك إيماني بالله تعالى وإيماني برجع دوائي جهادي كذل بينا إخوة لا يستوون عند الله أو دوانا وكو يكنين والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالى هدايتي ورينموني كساني استمكار ناكا بتايبتي كساني مشرك لا تفسير قاسمي دلي روى العوفي في تفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما لا سبب نزول أو آتا دفرمي ابن عباس خواهي يقول أخوي باب رازب دفرمي أن المشركين قالوا مشركات سيانقوا عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد تانقوا بنا كردني مالي خواه وهو آوداني حاجي كان تاكتر لإيمان هينان لزهاد كردن وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به فخر شانازيان ذكر بحرم كوا أوان أهلي وين درينا تكبر يان بيلدالنا وخلشي من أجل أنهم أهله وعماره أوان فخر يان بيلدالنا أوان أهلي مزقوتي حرامه أوان آوداين ذكنوا فخير الله الإيمان والجهاد مع رسول على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية كوا تخواي قولوا آتي دابزان كوا فرمنا خير واني أو أوان دلين بلكو إيمان بالله وجهاد لبيناوي خوا سبحانه وتعالى قال بيغمبركي صلى الله عليه وسلم تاكتر لبناي مشرك كان لبو بيتو وهو آوداني حازيان وبين أن ذلك لا ينفعهم مع الشرك وهو خواي قول بيان دكا كوا أو كاري أوان ديكن لخزمت كرني مزقوتو آوداني حازيان لكاتي ذاك مشرك بكالشيان ناي وأنهم ظالمون بشركهم بلكو بو شركي كوا أوان لسرين ظالما لا تغني عمارتهم شيئا أو بنا كرني مزقوتو أو ذاك النوي بهيش شيء بكالشيان قال هل تفسير قاسم در السقايا بكسر بضم وتسقايا وسقايا موضع السقي وتأوزي جاي كوا أو ددري أو بخلشي ددري وفي التهذيب هو الموضع المتخذ فيه الشراب في المواسم وغيرها للتهذيب هاتدلي سقايا أو زيقايا كوا داندري دادندري لبوي كوا خلشي لي بخونوا بتايبتين لمواسم مكان ولا غير مواسميش لتاجيج دلي سقاية الحاج ما كانت قريش تسقيه للحجاج سقاية الحاج أو بكوا قريش كاتكوا بحاجي كان ياند بخشي تاوكو بيخونوا من الزبيب المنبوذ في الماء تيان ذكر وكو عادتك ميوجيان لناو أو دادنا أو زا أو أبابن أو ميوجا كان دا حاجي كان وكان يليها العباس رضي الله عنه في الجاهلية والإسلام إتر لجاهلته لدواي هاتني إسلاميش لدواي فتح مكة عيني هر عباس بو خويل رازي بي كوابيان صلى الله عليه وسلم عيني أو كاري هر بيوس باردو إمام مسلم لنعمان كري بشير خويل رازي بدجرته دلي كنت عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم لا منبر بيغمبر داون صلى الله عليه وسلم بياوي قلت ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام دليك دايقود أمن بيام قرنقنا لدواء مسلمان بونا كم هيز كاريش كم لوي قرنق تربي كواتنها مزقوت حرام تعمير بكمو أو اندم بسا أويدي كان قلنا الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلت نخر جهاد كردن لبينا إخوة سبحانه وتعالى باشتر لو كاريئة دلي فزجرهم عمر إمام عمر قلت بيدنق بن وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة إمام عمر فرمي دنك تنبرز مكانه ولا خزمت منبري بيان صلى الله عليه وسلم كأورج رج جمعية صاروان بون
في صلى وتاريان لو بخينتو. ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيت فيما اختلفتم فيه. بەڵام کاتێکەوە نوێژ جومعەتەوە دەبی دەسمە خزمەت پێیان صلی الله عليه وسلم پرسیار لێ دەکەم دەربارەی ئەو خلافەین گۆ. فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وابو دفن بخواي قوله أو آتي دابزا أجعلتم سقاية الحاج كواتا لرا أو درويات من هي لبو سبب نزول. قال بعضهم فظاهر هذه الرواية أن المفاصلة كانت بين بعض المسلمين المؤثرين للسقاية والعمارة على الهجرة والجهاد ونظائرهما. كواتا ظاهري أو روايات أو كوا أو مناقشة بين أو دو مسلماني كوا هندك بيان وابو أو داني حازيان وبابلين عمارتي أو مزقوته باشتر الهجرة والجهاد أو آتدر باري أو داوز مع أن الرواية السالفة عن ابن عباس تنافي بلام أو رواية ابن عباس مناقشة لبين كافران ولبين إيمان دارانا. وكذا تخصيص ذكر الإيمان بجانب الشبه وكذا وصف بالظلم لأجل تسويتهم المذكورة يتر لآتك لزيادة لقل أوي ابن عباس دا قنزي كواخواي قول باز لو ذكا كوانا مشركا يتر حتى بناي مزقو تجيب كانوا سقاي حاجب كان بكالش أنا أو ذا قاسمي دلي لا منافات دليل بين أودو سبب نزوله هستكجيران أجنية. وظاهر النظم الكريم فيما قاله ابن عباس لا يرتاب فيه زياتر نظم آتك لقل أو روايات ابن عباس دا قنزي كوا خواي قول ردي قول مشركة كان داتو كقواي دلن ما دام أما عماري مسجد الحرام دكين سقاي حد أبا من حاجة كان دكين باشتر لو يكوا إيمان بينو زهاد كان لقل بيغمبر كي صلى الله عليه وسلم كواتا زياتر لقل رواية ابن عباس دا قنزي بلام كاتي كوا لروايات كي دوم كوا نعمان كوري بشير خواي لرازي بدفرمي خواي قولوا آتي دابزان لنتزي مناقشي بين أدو مسلمانا دفرمي لا بمعنى أنه كان سبب لنزولها بمعنى أوني خو بس وبهلا لنتزي مناقشي أدو مسلماني أو آتي دابز لا ما بس أوي كوا أو آتي دابزي بو كوا جواب ولا بمناقشة أدو مسلماني كواتا زيادة سبب نزولك إلى قيبة أو رواية ابن عباس كوا ردان وي قول مشركة كان بلام كدو مسلمان مناقشة دكين مناقشة لبين فيل لسر موضوع أو أتداب زيبو كوا ردان ويا لبو باون فصل كدن خلاف لبين أودو مسلماني والله أعلم. بەڵێ خۆشەویستان دیارە ئاتیکە زۆر شتی تری ماتێدا باس بکەم بەڵام لەبەرتەوە بوونی کات دەوەستین بە پشتوانی خوای گەورە لەوانەی داهاتوو دێنەوە خزمەتی. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.